الأكلة دي باعملها لهم في آخر الأسبوع عشان أروّق عليهم، وبصراحة أكلة ما يختلفش عليها اتنين. تعالوا شوفوا هنعملها إزاي مع بعض. زي ما أنتم شايفين هنجيب الكبة ونحط فيها باكو من البسكوت. الكمية دي أقل كمية ممكن تعمليها. عايزة تضاعفي بعد كده ضاعفي كل المكونات اللي أنا هاحطها. هنضرب البسكوت في الكبة بحيث يبقى ناعم جدًا، أنا مش عايزاه حتى يبقى فيه كتل صغيرة كده، عايزاه أحطه في المصفى يعدي من المصفى بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده. دلوقتي بقى هاحط معلقة صغيرة من القرفة، وتكون القرفة منخولة تنخليها، معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة، رشة ملح، وشوية من الحليب هاحطه بالتدريج، ومعلقتين كبار من الزبدة، وهاضرب لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. كل شوية هفتح واضيف شوية حليب، وافتح واضيف شوية حليب، وهكذا. وبالنسبة للسكر، لو انت حاسة ان انت عايزة تخليها مسكرة اكتر ممكن تضيفي سكر بودرة، بس دوقي الاول وشوفي. وهو ده القوام اللي احنا عايزين نوصل له. دلوقتي بقى هتجيبي العيش الفينو اللي اتبقى عندك في اخر الاسبوع، وهتقطعيه مكعبات صغيرة بالمنظر اللي انت شايفاه ده. وطبعا كل ما يكون العيش بايت كل ما النتيجة هتبقى افضل. تخيلوا يعني انت العيش الفينو البايت اللي محدش عايز ياكله، اللي تلاقي مثلا في حتت فيه كده مش متظبطة، لا هاتيه وهو احسن حاجة للوصفة بتاعتنا دي. هتجيبي البرطمان، هنحط فيه نص كوباية من الحليب البودرة، نص كوباية من السكر البودرة، وربع كوباية من المية السخنة المغلية، دي مية مغلية في الكتل. معاه شوية زبدة، معلقة كبيرة من الزبدة، بس أنا سيحتها في الميكرويف وبس. وهنقفل البرطمان ونرجه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. هفضل أرج لغاية ما أبص في تحت البرطمان، أبص ألاقي إن خلاص الدنيا ما بقاش فيه أي تكتلات، وخلاص بقى عندي مزيج متجانس. هسيبه يبرد في درجة حرارة المطبخ عادي، وممكن كمان تدخليه التلاجة. وعايزة أقول لكم بعد ساعتين بيوصل للقوام المظبوط. كده احنا عملنا الحليب المكثف المحلى على فكرة يا جماعة. هجيب معلقة كبيرة من الجبنة الكريمي، اي جبنة كريمي عندك، معلقة كبيرة منها اللي هي الجبنة الكوبايات مثلا او كده، وهنحط عليها 3 معالق كبار من الحليب المكثف المحلى. بس تكون الجبنة دي بطعم القشطة او الطعم الاساسي بتاعها، يعني ما تجيبوش بقى اللي بطعم الشيدر والجو ده، لا لا، وجبنة الرومي ومش عارف ايه، لا لا، احنا عايزين الطعم الاساسي. واوصل للقوام اللي انتوا شفتوه ده. في طاجن صغير هحط 2 من البيض درجة حرارة الغرفة، وكوباية من الحليب، وشوية فانيليا. على فكرة مش لازم خالص تستخدمي فانيليا سائلة، لو عندك فانيليا بودرة عادي جدا هتمشي وشغال حالها. هخلط البيض الأول كده وبعدين أضيف الحليب عشان يبقى سهل الخلط بتاعهم. والكمية دي أنا هقسمها على نصين، يعني هقسم بقى الكمية اللي عملتها دي على طاجنين، وهقول لكم أعمل إيه بكل طاجن. في طبق هحط 4 معالق من السكر الحبيبات مش السكر البودرة، عليها معلقة من العسل الأسود، معلقة صغيرة، ورشة من القرفة، حاجة بسيطة خالص من القرفة. كل ما تحبي القرفة ضيفي طبعا، كتري. هقلب الكلام ده كله مع بعضه لغاية ما يتجانس ويبقى عامل زي الرملة المبلولة كده زي ما هتشوفوا دلوقتي. هو ده المنظر اللي احنا عايزينه. دلوقتي جبت بقى نص الطاجن، مش انا قلت لكم هقسمه نصين. النص الاولاني هجيب فيه العيش واعمل بالمنظر ده، اسقي العيش جوه الطاجن. وبعد كده هخلص الكمية كلها، وفي طاسة على النار هحط شوية من الزيت و4 مكعبات من الزبدة، عشان الزيت طبعا عشان الزبدة ما تتحرقش ونحافظ على درجة حرارتها. اول ما تسيح كده هنزل بالعيش المتسقي واحطه على جنب من الجوانب، واسيبه لغاية ما ياخد لون كرملة كده من تحت. انا في الوقت ده خدت شوية من السكر اللي احنا عملناه ورشيته على الوش زي ما انتوا شايفين كده. شايفين اللون اللي هو خده؟ هقلبه بقى لغاية ما ياخد اللون ده من الناحية التانية، وبعد كده هشيله من على النار وهسيبه على جنب. طيب النص التاني من الطاجن اللي هو الحليب بالبيض هنعمل بيه ايه؟ انا عندي السكر وعندي ادي الحليب بالبيض. هجيب طبق واجيب عيش الفينو الباقي وهقصقصه مثلثات زي ما انتوا شايفين كده، مثلثات مثلثات، الكمية اللي هتكفي بعد كده الطاجن اللي انت هتستخدميه او الصينية. احنا ممكن نعمل ده في صينية، بس ساعتها هنحب نكتر كمية الحليب والبيض وكمية السكر.
قصقصت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين، جبت طاجن صغير على قد الكمية اللي انا هعملها، وجبت زبدة كده ودهنت الطاجن كويس قوي من الجوانب ومن تحت بالطريقة دي. والعيش المثلثات جبته حطيته بقى في الحليب وحطيته في السكر، من الحليب على السكر بالعسل بالقرفة، كمية كمية كده، وكل واحدة احاول اغلفها بالسكر واحطهم في الطاجن المدهون بالزبدة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. كده بقى معاكم لغاية ما اخلص ان انا املى الطاجن ده بالكمية كلها. وطبعا زي ما قلت لكم كل ما يكبر حجم الطاجن او حجم الصينية هتحتاجي كمية اكبر من السكر وكمية اكبر من الحليب بالبيض. بقية السكر هحطه على الوش كده عشان لما ادخله الفرن يتكرمل، وبقية الحليب بالبيض هسقي بيه بقى كل الطاجن بالطريقة دي. هسيبه يتشرب الحليب بالبيض بالفانيليا، شايفين فيه لسه اهو، هسيبه بقى يتشربه وبعدين ادخله الفرن على اعلى درجة حرارة. وتعالوا بقى نشوف النتيجة. بالنسبة للي عملته في الطاسة ده منظره. بجيب بقى الحليب المكثف المحلى اللي عملناه مع بعض وارشه كده على الوش، والصوص بتاع البسكوت اللي احنا عملناه اللي معزز بطعم القرفة وهحطه برضو على الوش. وده بيبقى بصراحة خطير وليه طعم مختلف تماما عن الطاجن على فكرة. وهقول لكم ليه ساعات بفضل اعمل بالطريقة دي عن الطريقة التانية. الطريقة التانية بصراحة انا بحبها لما اكون يعني انا مش فاضيه بقى اقعد اشوح في الزبده واشوح في الزيت وفي الطاسه على طول، حط شقلب واقلب وحطي في الطاجن ودخلي الفرن. يعني دي الطريقه السريعه ماشي، وبصراحه انا بحبها لان بتبقى كريسبي كده من بره وبتبقى رهيبه. حطيت عليه صوص الجبنه مع حليب المكثف اللي احنا حطيناه وهو سخن كده عشان يلحق ينزل كده تحت ويتوغل ويدي الطعم الرهيب بتاعنا، شويه حليب مكثف. وعايزه اقول لكم ده بقى بديل السينابون السريع، يعني حاجه كده رهيبه. طيب انا عايزه اقول لكم اني ساعات بدي منه في المدرسه للولاد، بس مش بدي من ده، بدي من التاني المفرد ده. هوريكم ازاي عشان برضو لو انتوا حابين في اخر الاسبوع كده بقى معاكم كام رغيف فين وعايزه تديهم حاجه حلوه معاهم المدرسه تعمليها ازاي. الاول ده طعمه رهيب، لازم تجربوه تروقوا، ده في الشتاء ملوش حل، ملوش حل الطاجن ده بيدخل على القلب على طول كده. ده بقى بيبقى عشان وحدات فبيبقى سهل بقى ان انت لو عندك 3 ولاد مثلا تدي من ده 3 وده 3 وده 3 وتحط لهم الصوص اللي هما بيحبوه كمان عليه. اللي بيحب بقى صوص شوكولاته، اللي بيحب صوص فراوله، في كوبايه صغيره كده بغطا او علبه صغيره بغطا حطي لكل واحد اللي هو بيحبه. اللي حابب بقى يحط صوص جبنه، صوص كراميل، صوص فراوله، صوص شوكولاته، اللي انتوا عايزينه. يا سلام بقى لو تحطي كمان معاه مكسرات، رهيب. بس احنا بنعمل اقل القليل عشان ما نكلفش نفسنا، وهيبقى حاجة حلوة انت عاملاها في البيت وضمناها وضمنة نتيجتها، وكمان الولاد هيحبوها جدا. بضغطة كده بتقفليها وبس كده، وألف هنا.